السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم دكتور حسن حمدي، فيديو جديد في مادة التشريح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الفيديو الثاني في مادة الفيديو الثالث في مادة التشريح. بتكلم النهاردة عن عظام اليدين، bones of the hand. تمام، إن شاء الله نعرف مناطق الإيد، كل تقسيمة بتاعتها، ومراجعة بسيطة وملخص على عظام الأبر ليمب، على عظام الطرف العلوي. وبعدها بإذن الله هنشوف عظام الطرف السفلي اللي هو عظام الحوض، وكذلك عظمة الفخذ والساق. طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع النهاردة موضوع بسيط بإذن الله، والمحاضرات محاضرات سلسة جميلة بس محتاجة تكرار. فكرة الأناتومي والفسيولوجي والحاجات ديت محتاجة تكرار، يبقى مذاكرة اللي باللغة الإنجليزية فكرة تكرار واحدة واحدة. تمام، ما ورناش حاجة. طيب، أول حاجة مناطق الإيد. أول حاجة قال لي بتتقسم عندنا هنا، صلى على النبي، في هنا كف الإيد، وهنا العقل، تمام، وهنا الرسغ. فهنا بيقول لي إيه؟ قال لي divided into 3 regions. أول حاجة الكربس اللي هي العظام اللي هنا اللي في الرسغ، والميتاكاربس اللي بتكون لي كف الايد، تمام، والفينجرز اللي هي الاصابع اهي اللي هي العقل. طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اهي الكاربلز والميتاكاربلز والفالنجيز، يبقى ده اللي بيكون لي كف الايد. يبقى اللي بيكون لي كف الايد اللي اسمه البالم هي هي الميتاكاربل. ميتاكاربل. طيب، افتكرها ازاي؟ افتكرها ان انا لما بقابل حد بسلم عليه بكف ايدي، صح جدا. ميت يعني يقابل، فلما ميتا كاربل يبقى لما بتقابل حد اللي هو كف الايد، بتكون لي كف الايد ميتا كاربل. والفالنجيز، تمام، هنا ديت الاصابع العقل، وهنا الكاربل. تمام جدا، صلى الله عليه وسلم، صلى النبي. طيب، يبقى هنا الكاربل عددهم قد ايه؟ قال لي عدد عظام الرسغ 8 عظام. 8 عظام موجودين عند في قال لي موجودين في صفين، وادي صف وادي صف. جميل جدا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ميتاكاربس، قال لي الميتاكاربس 5. هنا 1 2 3 4 5، يبقى هنا عددهم 8 موجودين في صفين، تمام. وهنا عددهم 5، يبقى هنا 4 همت، وادي 4 هنا هم. طيب، قال لي الفينجرز عددهم كام؟ قال لي عددهم 5 معروف. ولكن الفلانجيس اللي هي العقل في كام عقلة؟ قال لي احنا عندنا 5 صوابع، في كل صباع 3 عقل، يبقى 15. لا، هنا عندنا في الصباع الكبير شايف عقلتين بس، عقلة ديت والعقلة ديت، وهنا 3 عقل، 1 2 3 اهي، تمام. يبقى كل واحد 3 ما عدا الكبير ده عقلتين، فيبقى 3 في 4 ب12، وعقلتين 14. in each finger 5 مفروض، except the thumb which has 2. عنده عقلتين فقط. يبقى دي مناطق الايد، تمام. كاربس، ميتاكاربس، فينجرز. كاربس فيهم 8، ميتاكاربس فيهم 5، الفينجرز فيهم 15 فالنجيس، وفيهم 5 فينجرز على حسب هو يقول لك هو عايز ايه بالظبط. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده نكون خلصنا الابر ليمب. طب الابر ليمب مراجعه سريعه. قال لي ايه العظام اللي موجوده في الابر ليمب واحنا خدناها؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا اول حاجه في الكلافيكل، كنا قلنا في البيكتورال ريجن موجوده من قدام في in the front او at the front، وهنا السكابيولا موجوده من ورا behind، صح، في الباكورد. وهنا عندنا الهيومرس موجوده قدامها اهي، بتوصل ما بين الكتف وهنا والساعد الفور ارم، تمام. وادي منظر تاني للهيومرس، وادي الهيومرس، تمام يا رجاله، تمام جدا. وهنا اللي من بره ناحيه الراديال، الناحيه اللاترال الراديوس، وناحيه الميديال الالنا، تمام. وادي دي الهاند يا شباب. طيب، اول حاجه بيقول لي البيكتورال جيردل، يا منطقه الصدر، فيها ايه البيكتورال جيردل؟ قال لي بص، احنا عندنا من قدام في الكلافيكل، ومن ورا at the back في السكابيولا. يبقى at the front موجود الكلافيكل، at the back موجود السكابيولا هنا اهي. يبقى من قدام موجود الكلافيكل، من ورا موجود السكابيولا لوح الكتف، وهنا التركوة. طيب، في الارم احنا عرفنا ان المره اللي فاتت ان الارم هو الحته اللي فوق هنا. طب وهنا دي اسمها الفور ارم. يبقى قال لي في الارم موجود الهيومرس،
وهي بين الشولدر والإلبو جوينت. والإلبو يعني عرفنا ان الإلبو يعني ايه؟ يعني الكوع. يبقى هي الهيومرس ما بين الشولدر والايه والكوع اللي هو الإلبو او المرفق. جميل جدا. طيب الفور ارم، عرفنا ان الفور ارم اهو. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من الالنا من ناحية جوه وبره الراديوس. طيب فبيقول لي الالنا في الميديال سايد وعندنا الراديوس في اللاترال سايد. طب الهاند اللي لسه واخدينها النهارده، قال لي الهاند يا دكتوره بتتكون لي من 5 صوابع، تمام، وبيتكون لي من 14 فلانجيس. جميل جدا. وبتتكون لي من 8 كاربس او كاربلز، وعندنا 5 ميتا كاربل. جميل جدا. يبقى عندنا 8 كاربل في الريست بيكونوا مفصل الايه الرسغ، و5 ميتا كاربلز اللي هو البالم كف الايد، وعندنا 14 عقلة 14 فلانجيس قال لي في الفينجرز بيكونوا له الصوابع، 2 في الثumb و3 في in other. تمام، 3 في التانيين. عظام الطرف السفلي. صلوا على النبي يا شباب صلى الله عليه وسلم. bones of the lower limb، عظام الطرف السفلي. أول حاجة معانا هي البلفيك بون، عظام أو عظمة الإيه الحوض. أولا بيتكون من إيه؟ بيتكون من عظمتين. صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. أول حاجة العظمة ديت والعظمة ديت. طيب ديت يمين ودي شمال. اتخيل إن أنت بتسلم على الشخص، فأنت إيدك اليمين أهي وإيدك الشمال أهي، هتسلم عليه كده صح؟ تمام. فهنا دي اليمين ودي الشمال. جميل جدا. ديت متصلة من ورا posterior وقدام anterior. من ورا posterior متصلة بالايه؟ بالساكرم. متصلة بالايه؟ بالساكرم. ومن قدام anterior متصلة بمفصل غضروفي. تمام، بيبقى اسمه هنا بيوبس صح؟ فهنا عظمة البيوبس، وهنا دي الاليم، ومن تحت كده الايه؟ الاسكيم يا شباب. يبقى هنا البيوبس تمام، وعندنا دي الاسكيم، وهنا الايه؟ الاليم. طيب فهنا بيبقى في حاجة اسمها symphysis pubis أو pubic symphysis. طيب صلوا على النبي يا شباب صلى الله عليه وسلم. يلا ناخد بقى التفاصيل. قال لي the two pelvic bones، عظمتين الحوض، بيتصلوا anterior من خلال pubic symphysis. المفصل اللي هنا اسمه pubic symphysis. ومن ورا بقى متصل قال لي بإيه؟ قال لي السكرم، عظمة السكرم مالها؟ قال لي بتوصلني ما بين عظمتين الحوض. يبقى connects between the two pelvic bones. جميل جدا. يبقى من قدام pubic symphysis تمام، من ورا السكرم. طيب قال لي the pelvic bone، عظمة الحوض، connects externally، متصلة بالخارج مع الفيمر، مع ايه؟ عظمة الفخذ at the hip joint. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اهو، يبقى الهيب جوينت هنا اهو، وهي متصلة بالاكسترنالي. طيب جميل جدا. طب البلفيك بون مالها؟ بتتكون من كام جزء؟ انا عارف بقى يا عم الحوار. قال لي ان بتتكون من 3 اجزاء، جزء امامي تمام، وعندنا جزء خلفي تمام، وعندنا جزء فوق. تمام جدا. فبيقول لي يا دكتورة من قدام anterior اللي هي البيوبس، يا دكتورة اسكيام. قال لي من ورا. افتكرها الطالب اللي ورا بيتكلم، فالمعلم بيقول له ايه؟ اسكت. فاسكيام، يبقى اسكيام ديت ورا. وقال لي فوق يبقى ايه؟ قال لي يبقى الله يفتح عليك اليم. تمام جدا. يبقى هنا اليم، افتكرها من نمبر 1 تمام، اليم الاول تمام، فوق تمام، وعندنا ورا وعندنا قدام. فقدام ديت البيوبس، ورا اسكيام. جميل جدا. قال لي these 3 parts، هذه الأجزاء الثلاثة منفصلة عن بعضها separate from each other at birth. يبقى ساعة الولادة بتبقى منفصلة عن بعضها. تمام جدا. ولكن متصلة، وتكون متصلة بكارتلج. يبقى منفصلة عن بعضها ومش سايبة، لا ده متصلة بغضروف كارتلج. ولكن قال لي بقى هي بتبقى متصلة بغضروف ساعة الولادة. قال لي لا، ده هي بتضم عند البلوغ. يبقى هنا فيوز، تنضم أو تندمج مع بعضها البعض عند البلوغ، فيصبح المفصل أو العظمة كاملة على بعضها. يصبح دي كلها كاملة على بعضها ودي كاملة على بعضها. تمام يا شباب؟ تمام جدا. يبقى قال لي بيكونوا separate from each other at birth، يبقى منفصلين عن بعضهم، متصلين connected with أو by cartilage بغضروف، ولكن fused together at puberty.
عند البلوغ بينضموا لبعضهم البعض. تمام جدا. طب بالنسبة بقى لعظمة الفيمر، طيب قال لي متصلة علويا بإيه؟ قال لي بالبلفيك بون، من غير ما نعرف، ما لسه عارفين بقالنا شوية من غير ما يقول لنا. قال ده هيب جوينت، يبقى ده اسمه هيب جوينت. يبقى دي الفيمر متصلة بالإيه؟ من فوق بالبلفيك بون عند الهيب جوينت. يبقى دي الفيمر العظمة ذات نفسها، المفصل ذات نفسه اسمه الهيب جوينت، وهنا عظمة الحوض اسمها بلفيك بون. بلفيك بون، فيمر، هيب جوينت. طيب يا شباب، قال لي ومتصل كذلك الفيمر بالتيبيا at the knee joint. يبقى مفصل الركبة متصلة بالإيه؟ بالتيبيا. هنا هي التيبيا عظمة الساق، يبقى هنا التيبيا عظمة الساق، وهنا الفيمر متصل عند دي اسمه إيه؟ قال لي knee joint، مفصل الإيه؟ الركبة. وهي بتكون the longest and strongest bone in the body، وهي أطول عظمة في جسم الإنسان. يبقى أطول عظمة في جسم الإنسان وأقوى عظمة هي الإيه؟ هي الفيمر. هي الإيه؟ هي الفيمر يا شباب. متصلة من فوق بإيه؟ بالبلفيك بون، متصلة بتحت إيه؟ بالتيبيا. هنا فوق في مفصل إيه؟ الهيب جوينت، مفصل الفخذ. طب هنا مفصل إيه يا شباب؟ قال لي مفصل الركبة، الني جوينت. طيب وادي هنا الموضوع، هنا دي صورة الكتاب. طيب بالنسبة بقى لعظمة التيبيا، التيبيا دي عبارة عن إيه؟ قال لي دي عظمة الساق. قال لي في الميديال سايد، موجودة فين؟ في الميديال سايد ناحية الجوه، وبتشارك في حمل وزن الجسم. يبقى هي مين اللي بيحمل لي وزن الجسم؟ قال لي التيبيا. تمام يا شباب، وموجودة ناحية الميديال. طب اللي موجودة ناحية اللاترال الخارجية ديت، قال لي الخارجية ديت اسمها الايه؟ الفابيولا. اسمها ايه؟ فابيولا. يبقى الفابيولا موجودة ناحية لاترال، وقال لي مش بتشارك في وزن الجسم، وكذلك مش بتشارك في مفصل الركبة أوي. تمام جدا. يبقى اللي بيشارك في مفصل الركبة وبيشارك في حمل وزن الجسم هي التيبيا. هي الايه يا شباب؟ هي التيبيا. تمام كده. يبقى كده سريعا احنا خدنا عظام الهيكل العظمي، وقسمها لنا السكال او الضرس، وبعد كده التايبس اوف بونز، وبعد كده هنا ايه؟ قال لي البونز اوف هاند كملناها، وخدنا مراجعة الابر ليمب، وهنا اللور ليمب. اللور ليمب قال لي البلفيك بون، وقال لي بيتكون من 3 اجزاء. تمام. وبعدها قال لي الفيمر، وبعدها كلامنا على التيبيا والفيبيولا. كل عظمة عليها كلمة أو 2، فالموضوع بسيط جدا يا شباب. كان معكم أخوكم حسن حمدي من كورس نيرسونا. متنساش تسأل عن عرض عشان عرض مميز جدا، وتدخل قناة الواتساب اللي موجودة في وصف الفيديو، ولايك واشتراك وسبسكرايب، وانشر الموضوع علشان زمايلك يستفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.